تمام. خلينا نبدو. احنا قلت لك نبغى نغيروا في نتورك كونفجريشنز عن طريق الانترفيس فايل. انت كنت ما عندكش قوي ومش منزل نتورك مانجر، بتغير في الانترفيس فايل طول ودير ريستارت للنتورك سيرفيس على طول ياخذ افكت. لكن كنت مثلا منزل جواي وجنوم ولا منزل نتورك مانجر ولا نتورك مانجر مدير سيت اب الانترفيس بطريقه او باخرى، ضروري من يطفي نتورك مانجر كان هو مسجل عندك كسيرفيس، او تعدل في الانترفيس فايل طول ودير ريستارت للنتوركينج. النتورك مانجر لما يشوف ان في انتري في الانترفيس فايل مش حيدير كونفجريشن للانترفيس. انا بالنسبه لي انا هنا سيرفر ما عنديش فيه النتورك مانجر وما عنديش نوم ومش والنتورك كونفجريشن اوريدي باي ديفولت في الانترفيس فايل غير دي اس سي بي. فانا على طول نمشي لنانو دي اي تي سي نتورك سلاش انترفيس فايل انترفيس فايل نفسه. تمام. فنمشي هنا نجي نلقى الانترفيس بتاعي هنا. طبعا تقدر تتاكد من الانترفيس بتاعك شنو هي عن طريق كوماند اي بي ال دي ار شو. دير اي بي ال دي ار شو يطلع لي هنا في لوب باك انترفيس، وعندي انترفيس هي اللي هي زي ما يقول فيزيكال انترفيس اللي عندي في السيرفر، واخد الاي بي هذا وهذا النتورك ماسك بتاعها وبرودكاست اي بي ادرس وهكذا. الانترفيس الاسم بتاعها يختلف من جهاز لجهاز. من جهاز يمكن بناء على شنو هيك ما نعرفش بالضبط، لكن نشبه في نفس الاسامي والالقاب تتكرر هلبا، لكن مش شرط. فما نعرفش بناء على شنو بالضبط، يمكن له علاقه بنوع الهاردوير. هذا الاي بي شو درناه نفس الاي اف كونفج بيطلع لك نفس شبه قريب ليه، شبه نفس المعلومات يعني. لكن اي اف كونفج ديبريكيتد المفروض ما تستعمله وممكن انت ما تلقاش عندك. يعني هذه طريقه جديده المفروض ما تستعملها فيك. فعلا ما عنديش انا قاعد نجرب نحاول عليه اي بي ال دي ار شو هو نفس اي بي ايه بيطلع كل شيء حتى هو نفس نفس المعنى بالضبط. انا هيك متعود اكتب اي بي ال دي ار شو. فدير اي بي ال دي ار شو بيطلع لك شنو عندك من الانترفيسز وشنو الاي بي ادرسز بتاعهم وهكذا. بس تتاكد انت من الانترفيس بتاعك شنو هي اللي تبي تستهدفها بس. فلما انت عرفت الانترفيس بتاعك شنو اسمها طول تمشي لنانو سلاش تي سي سلاش نتورك سلاش انترفيسز، تجي تلقى الفايل هنا. يمكن يكون عندك انترفيس اكثر من هنا. بالنسبه لي انا ما عندي شيء، عندي فيه لوب باك واحده ما بيش وعندي هي الانترفيس. اول حاجه نلاحظها هنا عندي كاتب لي allow hot plug. allow hot plug هي المفروض نستعملها لما عندي الانترفيس مثلا يو اس بي كارد ولا حاجه زي هيك، مش بي سي اي اكسبرس. فانا اظن هنا احسن ان نديرها اوتو. اوتو معناها انها تولع اون بوت، واحسن خيار لما انت لما تبغى تخدم اون بوت وهي بي سي اي اكسبرس مثلا او جزء من البادي بورد مثلا زي. حاجه ثانيه هنا نقدر نشوف ان انا التعديل عندي دي اتش سي بي. طبعا كلمه اي فيس هي كيورد تقعد ديما موجوده، تكتب بعدها اسم الانترفيس تعاودها مره ثانيه، بعدين اي نت هي كيورد ديما موجوده. شلون سويت اوتو معناها برينج اب ذس انترفيس اون بوت. لما يصير بوت جهاز الانترفيس هي تطلع اب اوتوماتيك. نعم طول على طول، لكن هي المفروض ما نديرهاش كان الانترفيس هي تخدم عن طريق اليو اس بي مثلا. كان يو اس بي بدير على هوت بلوك او ما يكتشفها هي ولا حطوها. فانا هنا دوني اوتو احسن شيء بالنسبه لي. وزي ما قلنا السطر الثاني اي فيس هي كيورد، بعدها دير سبيس ودير اسم الانترفيس وبعدين سبيس عندك اي نت حتى كيورد. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
مش شغلت عليك نعم. تمام. بعد الاي نت كيورد بتكتب انت عندك زوج استعمالات هنا، يا دي اس تي بي يا ستاتيك. كان ستاتيك بتضيف بعدها لاينز نمبر زي الادرس وجيت واي وهكذا. طبعا بالشيء حتى الان غيرت الاو بلوج لي اوتو فقط، شويه بنعدل بنخليه ستاتيك. واللي فوق هذا يقعد مكتوب اوتو اللي هو هذه اللوب باك انترفيس بتاع ال 127.0.0.1 بتاع اللوكال هوست. هذا اللوب باك بتاعها تقدر تعطيها لك على يديك، تيجي تعطيها جديد هذا. واللي فوق السورس هذا الملف السورس هذا معناها انا في عندي دايركتوري انترفيس دي، اي ملف تحطه غادي ياخذك الكونفجريشن. هذه لما انت تبي تقسم الكونفجريشن بتاعك لعده فايلز، انت عندك مع مجموعه انترفيس، كل انترفيس بدل لها كونفجريشن فايل براحته. نعم. نقطة اللي هي هذا السطر هذا. السطر هذا شنو يقول للانترفيسز فايل الفايل بتاع الكونفجريشن بتاع الانترفيس. هذه تقدر تحط في الدايركتوري هو اي كونفجريشن فايلز ثانيات يقراهم كانهم جزء من الكونفجريشن فايل هو. يعني انا مثلا عندي مجموعه من الانترفيسز، مثلا عندي 4 انترفيسز، كل انترفيس ندير لها كونفجريشن فايل براحه في الدايركتوري هو. معلش السؤال هو ممكن بيزك شويه. الفرق ما بين الفايل او الانترفيسز والانترفيسز دوت. تمام. الفرق هو ما فيش فرق في ناحيه كيف يخدم. الفرق هو موضوع تنظيمي فقط. انا مثلا هنا عندي انترفيس واحده فبنحطها هنا فقط. كان عندي اكثر من انترفيس، مثلا نقدر نحط كل انترفيس في فايل براحه في الدايركتوري انترفيس دي. مثلا خلينا نجربوها. انا غير نبيك تعرف موضوع الاوتو، انا علاش غيرت من اوتو الاو بلوج اوتو، وخلي نسيف ونوريك حاجه. بس انا نبي اولا نشوف الاي بي ادرس مره ثانيه، نبي اتاكد منها. عندي هذا الاي بي ادرس وال ماسكه هكذا، ونبي نشوف الجيت واي بتاعي فقط، نبي نسجلها معنا. جيت واي واحد لا الجيت واي بتاعي هنا. فقط خزنته غالي كان. فتوا حاليا نقدر ندير حاجة ثانية. يعني نقدر مثلا ندير ماما كومنت اوت اوكي، ونجي مثلا ندير له كوبي تو هذا درت لك كومنت اوت. طبعا الكونفجريشن مش حتمشي لين ندير ريستارت للنتورك، هذه فقط انا نبي نوريك انك تقدر تحطها في فايل ثاني في الانترفيس دي. مثلا ندير الانترفيس دي يعني قاعد في الفاضي نسميه مثلا 192.com، لان اسم الانترفيس بتاعي هيك يعني نس 192. تمام هيك اي اسم تقدر تسميه. انا سميتها هيك خاطر هيك اسم يعني نفس 192. اوكي. فنجي هنا نحط نفس الانترفيس نفس ال configurations عشان زي سيد. يعني هنا حطيت الكونفجريشن بدل ما كانت في فايل واحد مع اللوب باك انترفيس والسورس لاين، ولا في فايل براحه هيك بدنا لا ياخذها. تمام. موضوع تنظيمي فقط، موضوع لما انت عندك مجموعه كبيره من الانترفيسز او حاجه زي هذه فبديرهم بالطريقه هذه. انا حاجه ثانيه نبي نديرها، نبي نغير من دي سي بي لستاتيك.
بنعطيه ادرس بنعطيه جيت واي تمام. انا هيك بالطريقه هي غيرت من دي سي بي ستاتيك وغيرت الفايل الكونفجريشن. انترفيسز ضدي هذا سب دايركتوري فاسطه، حط فاسطه لو مثلا عندي اكثر من انترفيس الكونفجريشن موضوع تنظيمي فقط، وتقدر تديرهم كلهم في نفس الفايل كان تبي كلهم يمشوا في الانترفيس فايل عادي. لو انت مش لازم انك انت تعرف الانترفيس الضدي في الفايل الاصلي، انت على الانترفيسز يعني تعرف الباقي كله باي ديفولت. ما فهمتش انت في سورس لاين هذاك اللي انت سالتني عليه. هو هذاك هو اللي يخلي يعني انت عن طريق السورس لاين هذاك تقدر تغير حتى الفولدر وين الدايركتوري وين. يعني هنا نقدر حتى نغيرها نديرها مثلا انترفيس دوت بي مثلا ما نعرفش كان نبي نغير نعرفها نقدر نسميها اي حاجه. هو اوكي باي ديفولت يعني انت المفروض تمشي ستاندرد باش ما تلخبطش روحك. كويس لكن احكي لك انت بعد الباك سلاش مش في ستار. ستار معناها اي فايل بالضبط في اي فايل تحت الدايركتوري هذا بالضبط تعرف عليه. تقريبا تقدر حتى تحدد انه ضروري عندها سفكس معينه مثلا بتكون ولا حاجه زي هيك. انا ما جربتش لكن دوني حتى انترفيس بطل. نعم الفايل الانترفيس ضدي تقدر تحدد لما انترفيس هي اللي يطفي والثانيات لا، مش ضروري تحددهم كلهم انترفيسات. مثلا لو عندك اكثر من انترفيس الانترفيس ضدي النجمه بدل تحط ناحيه بدل النجمه تحط انترفيس معين تبقى هي بس الثانيات لا في السورس. السورس هي معناها اسم الفايل اسم الفايل بتاع الانترفيس اللي انت مكرر اسم الفايل فقط. يعني نقدر نسميه الفايل 192 ويكون فصل الكونفجريشن بتاع 265 ولا اي حاجه. بالضبط. موضوع اسم فقط. حدد الفايل اللي انت تبيه فقط. هو بيقول السيستم وين يدور. هذا هو الموضوع. تقدر تغيرها لكن ما انصحكش تغيرها مرة تلخبط روحك اذا كانك انت تبي يعني. ولو موجود الكونفجريشن هنا وغادي كان موجود كونفجريشن هنا وغادي ما نعرفش يمكن هي عندها برايورتي قبل يمكن يدير هذه بعدين بيدير هذيك ما نعرفش بالضبط. ويمكن ياخذ الزوز. ان هي الدرايفر يعني هي دي الاصل. هذه اللي نستعمل فيها احنا في الاصل لكن انت تقدر يعني هم مش ما فيش بتقدرش تقول هذه برايمري هذيك مش برايمري. قصدي انت موضوع تنظيمي ليك فقط تقدر تحطها هنا ولا غادي كونفجريشن. فاحنا تو بنديروا غادي. والله هنا ممكن الاحسن نديرها في انترفيس فايل وخلاص. خليه معناها كان واحد كل شيء صح. الا كان انت عندك زحمه بانترفيس السبب الوحيد شوف فيه انه تضطر تديرها افكتر من فايل باش انت بعدين لما تجي تمس تجي تدير تارجت انترفيس معينه فقط باسمها مثلا سميتها زي ما سميناها احنا تخليك مثلا تغلط ولا حاجه ما تاثرش في انترفيس ثاني ممكن احسن. تعتمد على الكومبلكسيتي اللي عندك. ممكن انت مش حصله لا تكون صوت مهندس الانترفيس بتاع الفلاش ما عرفتهاش هنا. انترفيس اليو اس بي بتاع اليو اس بي ما عرفتهاش في الكونفجريشن هنا مش هيخدم الانترفيس. ما نعرفش بصراحه. فهمت عليك انت قصدك انت في عندك انترفيس مش محطوطه هنا بكل مثلا توك اي حاجه بالانترفيس هذيك ما نعرفش بصراحه. اظني حتطلع حيتعرف على السيستم لكن مش حيضيفها هنا. ممكن ضروري يضيفها براحته. يمكن نتورك مانجر ولا هيك يمكن يضيفها طول لكن انترفيسز ما ظنيتش بيضيفها. اظن ضروري انت بتزيدها براحتك. مش هتقدر تاكسس عليها. حتكون الانترفيس نازله يمكن في الاي بي ادرس ADR شو الكوماند هو يمكن تنزل هنا في الانترفيس لكن مش حتكون فيها اي كونفجريشن. مش حتنزل في الانترفيس فايل براحتك. يعني يكون الانترفيس موجوده لكن فيش عليها اي بي ادرس ولا حاجه تعدلها براحتك. اذا كان عندك برنامج ثاني هو اللي بيعدلها ممكن يضيفها في الانترفيس فايل ما نعرفش. لكن هيك باي ديفولت ما ظنيتش حيدير اي حاجه حتنضاف. حتكون عندك
انترفيس بس ما فيش عليه كونفجريشن، ممكن تجربها. فانا هيك هذه الكونفجريشن بتاعي. انا عندي نزيد ادرس واحد تاني بس نتاكد ان الكونفجريشن بتاعي مشيت. طبعا عندنا اكسس على الكونسول، انا تسكرت علينا على حاجه عندنا ولا؟ فطبعا اول ما تغير في الكونفجريشن بتاعك تتاكد منها، تبي تدير سيستم CTL ريستارت نتوركينج سيرفيس. هذا بعد ما كنا انترفيس. بعد ما تكمل الكونفجريشن بتاعك تاكدت منها انت. النيو لازم تدير ريستارت. نعم. قلت الماكينه لما تكون مستخدم مثلا جنو ولا تول زي هذه مستخدم جنوم جنوم. ايه لازم تدير ريستارت للنتورك ولا ديما هذه ديما حتى لو ما تستعملش في جنوم. انا لما علاش الموضوع الجنوم لانه يستعمل في النتورك مانجر. النتورك مانجر ضروري يشوف الانتري في الانترفيس فايل باش ما عادش يغير في الكونفجريشن تاع الانترفيس. فديما انت لازم تدير ريستارت ديما دير ستارت في اي سيرفيس، اي سيرفيس بتغير في الكونفجريشن بتاعها، حتى اس حتى اي حاجه ثانيه بتغير في الكونفجريشن بتاعها ضروري دير ستارت في السيرفيس باش تاخذ كونفجريشن جديد. يمكن في كل السيرفيس استخدام الا اليو اف دبليو تول. مش مهندس ممكن الملف لا كونفجريشن بس كان شويه. هذا اللي داخل طبعا تقدر تديرها حتى في الانترفيس فايل نفسه. حتى يحيى هو بسرعة. لو قربت دايناميك شنو نفسه؟ نعم. ستاتيك دوت دايناميك انترفيس. دي اتش سي بي قصدي. دي تي بي. بتولي هي مش لازم تديرهم 3 لاين زي ما. هل يعطيني من الرينج لراكب انترفيس ولا كيف؟ هل يعطيني الرينج نفس الادرسز الواحد ولا حيعطيني رينج ثاني؟ انا تو حاليا دي اتش سي بي. هذه الكونفجريشن هي قاعده ما مشيتش. انا الكونفجريشن بتاعي كانت هنا كانت ستاتيك دي اتش سي بي، وهذه اللاين زمان ما كانش موجودات. هو كان واخد في الاي بي، هو عادي يعني زي يعني بياخذ دي سي بي، هو دي سي بي كلاين. هذه مو انترفيس ثاني انت كريتها. لا هذه نفس الانترفيس. كريتها في انترفيس ضدي. كريت فايل في انترفيس ضدي ونقلت الكونفجريشن بتاع الانترفيس هي NS 192 الفايل هو كان الانترفيس فايل. الاول 5 والثاني جيت واي والثالث علاش الثالث 6 ادرس ثاني باش نشوف ان باش نتاكد انه يخدم. 36 داير انت 30 ودرت 33 الواحد بتاع مش هيخدم. نبيه ما يخدمش كل لما السنه الثانيه. نفس الرينج. شو ندخل رينج؟ واحدة 35 واحدة 36. هذا اي بي ادرس ماليش علاقه بالثاني. يعني مش علاقة ببعض يعني مش حيوصلوا ببعض. مش يوصلوا ببعض. انا اللي نشوفها لما نديرها دير شوت نطلع انه باش انه بروف انها تغير الكونفجريشن فقط. بس جرب بحاجة. لا مش دي شيء. المفروض واحد ما نقدرش نغير اي بي خاطر خاص على طريقه بس 6 سنين. في الملف الثاني بس مهندس انا في الملف الثاني مش حاط شيء. نحيتها الانترفيس من غادي درت لها كومنت. عشان عرفت فيه غادي عرفت فيه هو اللي معرف باي ديفولت المسار بتاعه. كيف؟ معرفه فيه الاي تي سي نتورك انترفيسز دوت دي ولا للكل ولا بيقرا منها. هو من قبل معرف. من قبل هذاك اللي بيقرا منها كلام من قبل معرف. انا السورس هو لاين زي ما هو باي ديفولت هيك، ولوب باك حتى هي نفسها. هو درت له كومنت فقط
بلاطيات هم. كان بعتالي دير ستارت سيرفس شوية بس انت كان قدرت زي هي بالضبط، احتمال ضروري نزيد ستانزا بتاع الاي فيس مرة ثانية. اي فيس احتمال ضروري نزيدها مرة ثانية. هو جربت انت باشمهندس ما طلعش؟ مازال ما درتش ريستارت، ما درت. خلينا نجرب ندير ريستارت. ريستارت. اوكي اي بي 100%. لا ضروري تزيد الثاني اي فيس لاين واحد ثاني. ضروري تزيد اي بي هو اي فيس واسم الانترفيس مرة ثانية اي نت ستاتيك مرة ثانية نفس اللاين هذاك. كل مرة تبي تزيد ادرس في نفس الانترفيس بتكتبها هو مرة ثانية. إذا لما ستاتيك لما ستاتيك لما دي اس بي تقدر تزيد حتى سطر ثاني دي اس بي هيك تدير اي فيس انس 192 اي نت دي اس بي. في كومنت ثاني وتو على شنو بياخذوا على اختيار؟ شنو قاعد يزيد؟ لا بياخذها من الزوز. بياخذها من الزوز. انا نبي ندير فوق مالتي كل اي بي ادرس في نفس الانترفيس يعني حاجه عاديه هذا ما تستحق تديرها. دير هيك كان كتبت انا هنا درتها بس باش نشوف انه تغير الكونفجريشن نتغير ندير اي بي شو يعني بروف ما يصير انه يتغير. ما نقدرش نغير الاي بي نفسها خاطر خاصة تدخل نعطي يعني سلام وهكذا مش نغير الاي بي الاول لكن نبي نضيف اي بي ثاني بس نشوف انه تقريبا دير ستارت أي حاجة
المفروض يقرا عن الموبايل. هذه تمشي انترفيس كنت بدي شوف فصل على ليكم لازم بالنسبه لملف يكون درت عندك دير اسمها دير اسمها ترى أنا تو هذه من المرة اللي فاتت كانوا مدايرين هنا في الانترفيس تكتب فيها شوي بس خلصين خليهم كومنت. مش لازم تحول على الفلاش ثاني. فكرة انك تلعب كثير ستاتيك عشان اسمه هو بس ما بدأ نعم. فيها ضمانة الدور اللي قلت عنه قالوا لي باهي تقدر عن طريق الكوماند تغير البيانات. شنو كوماند؟ تخيل الحين شنو كوماند؟ كوماند اي اف كونفيج كاتب اسم الانترفيس بعدين عاطي الاي دي بعدين عاطي ايف كونفيج هو دوبليكيتد ما عادش يستعمل فيه. لكن وين يغير فين بالضبط ما اعرفش يمكن يستعمل صار علي مو متأكد منها هذيك ما عادش جي انا ندير ملف جديد في الانترفيس الجديد. كان تبي تدير كومنتد في الانترفيس العادي وتستعمل الانترفيس دي هذه ديرها لما عندك اكثر من اسم. كانت صح ما عرفتكم يعني بدل ما نكتبهم هنا نمشي نكريت واحد جديد راديو. في العاده بتستعملها لما عندك اكثر من انترفيس كل انترفيس فيها بس 7 شوف التطلع دي أظن طريقة ايف كونفيج ما تغيرش في الانترفيس فايل وما تقعدش في الريبوت بعد ريبوت. لكن هنا في اني واي هي ديبليكيت المفروض ما عادش تستعمل ايف كونفيج بالكل هو مش موجود اصلا. لكن شوف الديت نتاع اي ارتكل اللي قريت عليها الموضوعات تلقاها قديمة تلقاها قبل 2014. انت نفسه ولا باشمهندس ولا الاسم ايه الاسم انا هي ام بي 0 اس 3 تسميها نفس يقعد نفس الاسم هذاك بالضبط ما تغيرش. لكن في تسمية الملف من برا دوت دي سلاش تقدر تسميها اي حاجه انا هنا سميتها تقدر تسميها اي حاجه لكن انا سميتها اسم الانترفيس دوت كونف باش تعرف انت شنو ممكن تسميه مثلا انترفيس 1 ولا ما المهم الاسم يكون ديسكريبتيف لك انت لما تسمع مره جايه تزبط. اكيد انت حاجتها هي لما بدير سيستم برودكشن بتسجلهم في دوكيومنتيشن بتاع سيرفر ورك اوت. كيف تأكدت منها خدمنا استعملت طبعا درت انت طبعا بعد ما تديرها هي وتسيف مش حياخذك كونفجريشن طول لين تدير ريستارت للنتوركينج سيرفيس للنتوركينج سيرفيس. بعد ما تدير ريستارت تدير مثلا كوماند اي بي ادي دي ار شو اللي هو زي الايف كونفج العادي سابقا تديرها يطلع لك الانترفيسز والاي بي ادرس بتاعهم تتاكد ان هي نفس الكونفجريشن
في كوماند ثاني اسمه اي بي راوت، يطلع لك الراوتس اللي عندك، تشوف الراوت هل هو نفسك اي بي ولا لا، ممكن تكون تاكدت اذا لا. تمام. طبعا كانك انت ما عندكش كلمه اوتو غادي مش حيدير شيء اون بوت، مش حيخدمها انترفيس لين تجي انت تخش على التيرمينال وتقول اي اف اب مثلا ولا حاجه. بعد الريموت تقول وكان انت يو اس بي الاوت بلوك، هي كانت الاوت بلوك لقيتها بعدين غيرتها هنا اوتو. الكاميرا القديمة ممكن عرفتها أول ما طلعوا الكاميرات. حطيت كونفيجريشن نفس هذا الاسم اللي عندي. نعم الاسم اللي عندي هنا تمام. قلت لما نجي ندير في ستارت للسيرفس يطلع لي ايرور يقول لي ان انا مش قادر اسم الانترفيس ايرور يطلع كان الجوب فوق فيل تمام. دير نفس الكوماند هو ستاتس درناه تمام. وريني يطلع عن اكتف يطلع انه هو فيل مش قادر يبقى. باهي كان امور طيبه وكان يخطئ. ضروري يديرها مره ثانيه. احنا بنشوف بس انت بتسد حاجه غلط احنا لا نفس المفروض لا جات في الفايل هذا في اول شيء خلينا وريني الانترفيس بتاعي هذا اي ام بي 03 ايوه كويس.
واخد الاي بي هذا ايوه والجيت واي بتاعي 2.2 تمام 15 لا هذا الاي بي الجيت واي بتاعي 2.2 بقى. تمام مشيت للفايل هنا كريت بقى اعطيني الانترفيس فايل شو مكتوب فيه مش هذا هذا كتبنا فيك هو هذا كتبت فيك فوق تمام غير ما اشوف الانترفيس فايل قبل المفروض غادي ما عدلت شيء ايوه نفسه يقرا من الانترفيس أيوة. يقرا كل شيء ايوه بس غيرها ما درتش حاجه ثانيه المفروض انا والله هذا في الاول كريتا بيسم مش دوت كونف يعني في زور لا مسحتها هذاك كريت هذا هذا يصير يعني إنه مرات في حاجه ثانيه عرفت انا تو متاكد انه ما فيش هذا الفايل هذا بس نشوفه في جاب لي الستارت مرة ثانية كده. انت عندك قوي قصدي قوي سيستم تغير ولا مشيت قاعد نفس وهذا جديد كنت فيه قبل هذا جديد أكيد مظبوط طبعا هيك قريب من ايوه تمام. معناها حاجه ثانيه لما تستعمل في جنوم النتورك يعني داير لك كونفجريشن جنوم من قبل امسح الكونكشن بروفايل كده شكله ضروري تمسح الكونكشن بروفايل في فرق عرفت لما يبدا فيك هو يحاول يساعدك وان الحاجات تبدا سهله وكذا. فهمت عليك كيف انت تريد تمسح الكونفجريشن الشيء قاعد ياخذ على هوا كنا دايرين نلقيه وكان مسحنا كونكشن بروفايل كان مرضنا روح مشان في الجنوم احنا درناه قبل في الكورس لما السيستم كنت استعمل فيه فصل قوي كان جنوم مسحنا كونكشن بروفايل كونكشن يعني خشيت على الجنوم سيتنجز النتورك سيتنجز الوايرد نتورك وايرد كونكشن لقيت فيه كونكشن بروفايل درت له ديليت ريموف بطمه حمراء وبعدين درت ريستارت النتوركينج ياخذ من الانترفيس فايل ما قدرتش ندير ريستارت النتوركينج درت ريموف الكونكشن وبعد ما ندير ريستارت تلقاه فتح كونكشن ثاني ما عادش ضروري تمسح خلاص تجرب غير تو الاي تي زايد الثاني خدها الاي بي شو ترص على الاكتيفيتيز رص متى هذا الاي بي مش مهم ولا احنا غير عادي نديرو 8 100% يعني تمسح مرة واحدة لا كان كاشف الموضوع كان طفيته ولعت اكيد ما تمشي المفروض تمشي مرات تمشي بعد الصاير المفروض تمشي لأنه هو نتورك مانجر هو اللي يستعمل فيه جنوم المفروض لما يشوف في انتري في الانترفيس فايل للكونفجريشن هاي ما يمسهاش للانترفيس هاي يمكن الانترفيس ثاني يمسها عادي
لكن الانترفيس موجودة في الانترفيس فايل في المستشفى. خلاص كنا ضمن البروجريشن ختمونا معها. في حاجة تانية تبي تتفكر كيف تغير في ال DNS settings nano/etc/resolve.com. تمام. resolve.com فهنا تقدر تغير فيه ال DNS configuration. تعطيه أي DNS server داخلي أو برنترنت أي حاجة تعطيه عن طريق الفايل هوا. تغير في فايل ويبدأ يستعمل فيه على طول. من هذا فايل ما يعني سيرفيسز كل مرة يقروا منه وين DNS فمش تبيش تدير ريستارت لأي سيرفيس لما تغير في الفايل هوا. فاضي احنا عندنا شيء معناها تقدر تضيف فيه كانت تبي فاضي كيف يخفى كيف؟ هو الفايل اهو كيف يخفى DNS بتاعه. شوف كلام انا هذا منين جابه؟ قصدك منين جابه مش علاش فاضي. انت علاش انا مش فاضي بالضبط على خاطر كان في DHCP كان فصل فكان يجبد شيء نظريه. اوكي تمام كتبغات DHCP كلاينت يكتب في DNS سيرفر هنا لكن ستاتيك دو ولما مسحت DHCP ولا ستاتيك ما يغيرش ما يرجعش يعدل الفايل ولا طبعا انا اخذنا كيف تقدر تغير تولي تستعمل مثلا في ريزولف كونف بروجرام وتقدر تخليه هو الفايل immutable يعني حتى لما تستعمل DHCP كلاينت ما يغيرش فيه وغيرها من حاجات خدناها من قبل في خلال الكورس. لكن يمكن في العادة بتستعمله بطريقة هي يمكن انت تعدله زي ما تبي مانولي وتخليه immutable وما تستعملش DHCP لأن قلنا إن في بق في DHCP كلاينت تخليه يعبي في temporary files في /etc لما هو immutable وأنت مولع DHCP. تمام بالنسبة للDNS سهل نغيره. ريستارت. نعم؟ ريستارت لا الDNS قلت لك الDNS فايل ما فيش مش تبع سيرفيس معينة result.com فما تبيش دير ريستارت. انت لما بتستعمل لما في برنامج يبي دومين نيم ولا حاجة السيستم بيقرا من الفايل هو كل مرة يبي فيها DNS سيرفر بيقرا من الفايل هو يعني الفايل هو مجرد تخزن فيه فقط ما في سيرفيس اللي بيدير ريستارت بعد ما تعرف الفايل هو DNS. لكن تستعمل حاجة تانية زي ريزولف كونف البرنامج اللي هو فيه شي دوت من هنا هذاك بدير ريستارت للنتورك سيرفيس وتحط له DNS انتري في الانترفيس فايل طريقة مختلفة هذيك. تستعمل الطريقة هي ما فيش أي ريستارت لأي حاجة. الاسم بعد الاي بي ولا؟ الاسم بعد الاي بي. خلينا نفتح لك الفايل. نيم سيرفر سبيس اي بي ادرس.
كملنا هنا نبغوا نخشوا نديروا دور على السيرفيسز كيف نديروا ريستارت وكي، ونبغوا نديروا سكيور سيرفر في كيز. مش انت مراد يا ناس؟ طبعا كلنا نعرفوا سيرفيس كرون سيرفيس ولا اللي هي استعملناها امس. حاجه يمكن ديروا دور على الفايل اللي درناه امس بتاع الكرون. وقاعد ياخذ ولا لا؟ تلقى قاعد يعبد مسارات 2 لا دوت فايل. اوكي ديروا تيل فايل بالضبط. قاعد كل ساعة يكتب فيه، نقدر نديروه بالكات بين واضح ولا لسه؟ شو اسمه كان اسم؟ شو اسمه؟ اسم شنو؟ الكرون شو اسمه؟ ما خشناش على الكرون تو، نخش على اللوج فايل اللي درناه امس. هو في اللاب 2 سلاش فايل دوت لوج. عندي هنا ما نعرفش انت كنت زبعت ما سميت حاجة ثانية. المهم درنا فايل امس يستعمل في السكريبت اللي درناه الكالكوليتر، يستعمل فيه كل ساعة وضفنا فيه ديت وهكذا. في البداية ما كانش فيه في البداية ما كانش فيه مع الديت، بعدين دزنا الديت عدلنا في السكريبت. فقعد كل ساعة يكتب ساعة 2 3 4 5 الساعة 10 الصبح. هو طبعا وقت التوقيت عندك في السيرفر مش زي نحن تايم زون مختلفة. هو عند الساعة 10، آخر مرة بكري شوية كتب الساعة 4 و4. غلط بقى أنا 4 و 10 و4. تمام. عندك بالنسبة للسيستم CTL عندنا فيه كذا كوماند تقدر تعطيه له، منهم ستارت وستوب وستاتس وريستارت وانيبل وديسيبل. اعمال 4 5 6 كوماندز ضروري تحفظهم لأنها سهلات المفروض. وبعد ما تكتب سيستم CTL وتعطيه الكوماند اللي تبيه تكتب اسم السيرفيس اللي تبي تستهدفها بالكوماند. هو أنا نبي استهدف كرون سيرفيس، نبي نشوف الستاتس متاعها الكوماند هو، فتقدر تشوف إن هي أكتف، إن هي لودد، هذا المكان متاعها الباث اللي هي فيه، وإن هي enabled. زي ما قلنا enabled معناها تخدم اون بوت، كان disabled معناها لما تدير restart ما تخدمش. وأكتف ورننج معناها هي حاليا والعة. تمام. في فرق بيناتهم، الأكتف ورننج تتغير بستارت وستوب، والانيبل والديسيبل تتغير بانيبل والديسيبل. يعني لما تدير انيبل تخليه يخدم اون بوت مش معناها حيخدم تو، لما في بوت بس تديك بروحها هي بروحها. هذا هو عندك 6 كوماندز، يعني هنا نقدر ندير له ستوب بالطريقة هذه، سيستم ستيل ستوب كرون سيرفيس. يعني نجي نرجع ندير ستاتس، تشوف ان انا قاعد ان اكتف ديد، يكتب لي تايم ديد وانه هو قاعد انيبل، لان انا ما مسيتاش انيبل، يعني تو لما ندير الريستارت كانه ما درت شيء، بيقول لي انيبل ورانينج واكتف وكل شيء. فنقدر ندير له مثلا لما نمشي يخدم بكل ندير له ديسيبل، يعني كان نمشي يخدم ندير له ستوب وندير له ديسيبل بالضبط. تمام. بعدين نجي نرجع ندير ستاتس، يطلع لي انه هو اناكتف وديد، والتايم ديد ما عادش يكتب لي فيه، وانه هو ديسيبل. وعندي شويه من اللوج اللي بتاعه هو اللوج بتاع الكرون والحاجات اللي علاقه بالكرون. طبعا تمشي يمين يسار، هذا لسه بروجرام يعني يستعمل فيه لما تدير ستاتس. فتقدر تشوف هنا عندك اللوج بتاعه اليوزر اللي يخدمه، لأن هو الكرون الوحيد اللي حاطينه كرون تاب بتاع اليوزر هو اللي كان يدير في حياة. أنت بتشوف كوماند كرون يعني إيش كتير؟ كرون تاب داش إي فور إديت كرون تاب.
فهذا هو فيري سمبل ثينج. يعني عندك ستارت وستوب وديسيبل والانيبل. يعني هنا تو بنرجع يكتب مرة ثانية ونقول له ستارت كرون سيرفيس، ندير انتر تقول هيك ستارت سيرفيس، تجي تتأكد تدير ستاتس سيستم سيتي هيل ستاتس كرون سيرفيس، تلقاه ولا اكتف رانينج امتى ولا يخدم هو الوقت هوا وهو قاعد يسيبل. طبعا قلنا ديسيبل والانيبل ما لهمش علاقة بالستارت وستوب. يعني هنا نبيه انيبل وستارتد ندير له ستارت وندير له انيبل. توا هيك حاليا بدنا نلاقي انيبل، هيك حيكون انيبل واكتف رانينج امتى بدا رانينج واللوج بتاعها من اول ما بدا رانينج. زي ما قلنا كرون يعرف روحه انه مستوى الوقت اللي خدمتها فيه مش بوت، فمش حيدير حاجة مديرينها الاتريبوت بتاعها. يعني كان انا عندي كرون جوب بتاع تخدم هو البوت مش حتخدم توا على خاطر هو تو مش بوت، مجرد خدمة من غير سيستم ستارت. فهذا هو عندك enable disable start وstop وstatus. stop وstatus enable disable. في حاجة ثانية في restart. restart طبعا واضحة بيدير له stop وبعدين بيدير له start. ستير restart ground service restart تلقاها لقينا اكتف توا. احنا في دقيقة 35 15 35 يعني هو ده الريستارت ستوب وستارت مثلا. واضح موضوع سيرفيسز. في حد بيجرب حاجة يعني بإذن الله هو سهل يعتبر. عندك مجموعة كوماند 6 كوماند استخدمها عن طريق سيستم سيتيل. سيستم سيتيل الكوماند بعدين اسم السيرفيس. كان واضح. خلي كان هذا نبدو في موضوع ال SSH سيرفر. SSH سيرفر كان معناتها ما عندك تدير apt install OpenSSH سيرفر. OpenSSH client المفروض عندك من قبل، ما أظني باي ديفولت تنزل في ديبيان في جميع الفيرجنز، لكن OpenSSH سيرفر كان مش دايرة مختارة من during installation مش حيكون موجود، ضروري تنزل عن طريق الكوماند اهو apt install OpenSSH سيرفر. أنا عندي نازل من قبل فمش حيدير حاجة. It's already the newest version. Okay. apt install OpenSSH server. فقلنا نبغوا نديروا شوية حاجات اللي هما بيكونوا سكيورتي بيست براكتسز لما السيتش. فأول حاجة نبي نعرف الكونفجريشن وين. الكونفجريشن بتاع السيتش تكون موجودة في /etc/sshd_config. طبعا not to be confused /ssh_config هذاك بتاع السيتش كلاينت. مجموعة كبيرة من الفايلز اللي انت تبيه هو /sshd_config. هذا اللي /ssh daemon اللي هو بيكتب سيرفر. تمام. هذا الباك مرة ثانية.
nano space slash etc slash ssh slash sshd underscore configure. طبعا عندك helpful comments. This is the SSHD server system-wide configuration file. زي ما قال لك ان زي ما قلنا قبل ان عندك الكومنتس هم يخدموا من قبل باي ديفولت او ديفولت اوبشنز. يعني انا كان عاجبني مثلا الكونفجريشن هنا بورت 22 ما نديرلهش ان كومنت هو هكي من قبل. يعني انا في حال نبي نغير فيه وبعدين نحي الكومنت هو باش يتغير. لكن كان انا بي 22 وانا فعلا بي 22 خليه كومنت خلاص هو من قبل. واحدة من البراكتسز انه يمكن تغير البورت نمبر، لأن في هلبة اوتوماتيد اتاكس على بورت نمبر 22 على طول يعطيك سيتش اتاكس على طول. يمكن أحسن حاجة تغيره كان هو مثلا اوفر ذا انترنت ولا حاجة زي هي تديرها بورت نمبر ثاني. في كونفجريشنز ثانية لها علاقة بالنتورك، زي انت تقدر تغير الادرس اللي يستلم عليه السيتش سيرفر. يمكن يكون تخدم على انترفيس دون انترفيس او اي بي دون اي بي ثاني عن طريق السنسة هذه، عن طريق الجزء هذا الكونفجريشن. وفي كيف دي نفس الشيء ل IPv6. الجزء هو فقط يحدد وين يخزن في الكيز. انا ما نغير فيه مضطرش تغيير بصراحة. في حاجات لها علاقة بالسايفرنج والكي وريكي ليميت ديفولت مش هنستعملهم هنا. في حاجات لها علاقة باللوجينج. طبعا كل الحاجات اللي كومنتد هي باي ديفولت حاليا تخدم. اللوجينج خلي فيه زي ما هو. بالنسبة للاوثنتيكيشن هنا بنغيروا شوية حاجات. أول حاجة عندنا نغيروها هي البرميت روت لوجين. بالنسبة أنا الديفولت اللي عندي هنا في السيستم هو مخليه الروت يقدر يدير لوجين لكن من غير الباسورد بتاعه. يعني يمكن يدير لوجين عن طريق الكي. أنا بالنسبة لي أنا بندير نو عشان ما يقدرش يدير روت لوجين نهائيا. برميت روت لوجين نو. نديرها كنت على اساس انا حسابها بالكتاب الرايت يعني ضروري تخش عن طريق روت مش تغير يعني او سودو. تمام. في هنا ماكس اوترايز وماكس سيشنز هما ديفولت سيتنج. يعني عندك 6 مرات تحاول عندك 10 سيشنز يفتحوا كونكورنت في نفس الوقت. public key authentication يس نبي نخليها يس. نبي public key authentication. هذا الاوثرايز كي فايل وان يكون بالنسبه لكل يوزر. يعني كل يوزر في الهوم دايركتوري بتاعه في هيدن دايركتوري اسمه دوت سيتش داخله في فايل اسمه اوثرايزد كيز. يمكن مش موجود هو في العاده لان انت بتفتحه وتحط الكيز اللي هم اوثرايزد. هو وين بتحط الكيز بتاعك في كيز 2 داير دوت فايلز. هذا الديفولت. مجموعة تانية من الكوماند احنا مش هنطبقهم عليها. تمام. مزيد من الحاجات اللي علاقة بالاوثنتيكيشن عندي باسورد اوثنتيكيشن يس بندير انا على خاطر انا ما بيش نسمح بالدخول عن طريق باسورد زي ما انا توخاش. ما عادش بنخش عن طريق باسورد نحط الكي بتاع الكمبيوتر بتاعي هو باش يبدا ديما يخش عن طريق يعني غدوة مش حنقدر نخش عن طريق باسورد. فبدير باسورد اوثنتيكيشن دي نو. permit empty passwords بخليها زي ما هي نو. هنا في حاجات
كيف تستعمل في بلجين اوثنتيكيشن زي كيربروس ولا دي اس اس ال بي ار. اوكي، في مجموعة حاجات هنا. جزء هو يعتمد على استعمالك. بالنسبة للسيتش نعرف انها تقدر تدير ماونت للستورج، تقدر تدير فوروردنج لبورتس معينة من السيرفر، من الكلاينت للسيرفر او من السيرفر للكلاينت. هما تقدر تغير تسكر ولا تفتح فيهم، مثلا ال TCP فورورد مثلا ما بديش يمشي. يعني لما ندير TCP فوروردنج هيكون في عندي زي بورت فوروردد اوفر السيتش تانل. يعني انا متصل توا حاليا بسكيور تانل من الكلاينت تاعي للسيرفر. مثلا عندي سيرفيس هنا على البورت مثلا 40 نبي نديرها في البابليك سيرفر بتاعي. نقدر نبعد ندير فوروردنج من البورت هو غالي. كان تبي تسكرها تقدر تسكرها عن طريق هو الاو تي سي بي فوروردنج تخليه نو. خلينا نديروه من اللي انا استعمال ليه في الكورس بتاعنا. دير نو هيك ما عادش تقدر تدير فوروردنج عن طريق السيتش تانل. X11 فوروردنج هو للجرافيكال يوزر انترفيس بروجرامز. يعني انت لما تعطي داش كابيتال اكس فلاج للسيتش كلاينت يولي لما تخدم اي برنامج فيه جواي في السيرفر يطلع لك ويندو في الكلاينت بتاعك. تقدر تسكرها عن طريق X11 فوروردنج. allow agent forwarding ما نعرفهاش بالضبط شنو هي، لكن اظن لها علاقة ب TCP forwarding، يمكن مشابهة لها. في حاجات زي TCP keep alive اللي حسب انت السيشن بتاعك. لو السيشن بتاعك انت تبيها تقعد طويلة هلبة يمكن تسكر هي، بس لما تصير حاجة في السيشن توقف بسرعة وتعاود تتصل مرة ثانية. على حسب استعمالك يمكن تبي تغير فيها. وفي حاجات لها علاقة بالكمبريشن والتانلينج وتشينج روت دايركتوري. تكتب بانر، تكتب اي حاجة تطلع لما حد يدير لوجين في السيرفر بتاعك عن طريق البانر اللي هو عبارة عن باد، مش تكست. يعني تطبيقات بتاع فايل هيفتح يكتب لليوزر لما يدير لوجين للسيرفر. يعني يمكن تستعمله كتحضير، لليوزر هذا مثلا سيرفر مثلا تبع شركة معينة ومثلا في ملاحظة قانونية وحاجات زي هي، ممكن تكتبها بالبانر. تمام، احنا شنو غيرنا هنا؟ غيرنا فقط ان X11 فوروردنج درتها نو، allow TCP فوروردنج درتها نو، password authentication درتها نو. permit root login درتها نو.
وهذا هو فقط، ما غيرتش حتى البورت نمبر. انا حاليا نبي نخلي الباسورد اوثنتيكيشن يس مؤقتا ما بين ما حطيت الكي بتاعي نقلته للسيرفر. ندير اس مؤقتا توا باش ننقل للسيرفر، يعني خاطر انا خاش بالاستيتش. انت كان خاش من في ام مش او كونسول مش لازم. فبندير سيف بافت ونبي ندير كي في الكلاينت بتاعي. طبعا هذه الحاجة في الكلاينت فقط تصير، فمش لازم نكون لوكتين في السيرفر. فنديرها من الكلاينت. هنا من الماك بوك عندي ندير SSH keygen. ويمكن انا تزيدها داش بي تعطيه حجم الكي اللي تبي. من غير داش بي حيعطي 3072 بت. فتقدر تغير عدد البيتس من غيرها مثلا 4096 يعطيك مثلا هاير سكيورتي. نجي ندير انتر يقول لي وين تبي تخزنه. انا مثلا نقدر نخزنه في مكان ثاني على خاطر انا عندي كي غادي من قبل اللي خفيف بسبب ثاني. فيمكن ندير سلاش يوزرز سلاش سفيان كنيسة سلاش دوت ستش سلاش ID RSA M2 مثلا مسارات 2 بسميها. فنعطيه هنا اسم الفايل هو، ونقدر ندير باس فريز باش يشفر الفايل هو، باش يعني حتى كان حد تمكن من الجهاز بتاع الكلاينت هو ما يقدرش يعرف الكي بالضبط ويخش على السيرفر ويدير كومبرومايز ثانية. يمكن ندير باس فريز. انا هنا فور سمبلسيتي ما بيش نكتب باس فريز باش ما ننساهاش هيك. لكن انت كان ريل لايف المفروض تكون عندك باس فريز، المفروض تشفر كل شيء الهارد ديسك بالكامل والفايلز اعمال المهمات اللي في الهارد ديسك، وكل واحد بباسورد براحه المفروض. يعني نبدا امتي باس فريز هيك تمام. انا عندي كي، عندي هذه الفينجر برنت بتاعه، وعندي هذا الراندوم هارت بتاعت فاحنا ورا RSA 4096 بت، وهاش يعني الكي فينجر برنت الهاش بتاعها 256. اوكي قال لي بابل كي بتاعك في RSA M2. هذا البرايفت كي. طبعا تبي تبعته ولا كان اللي تبي تبعته هو الدوت باب هو الوحيد اللي تبعته للسيرفر، انه هو بابل كي يعني ما يديرش كومبرومايز السكيورتي بتاعك لما تبعته هو دايركت. تمام. فحاليا نبي ندير له كوبي الى السيرفر بتاعي. طبعا اسهل طريقه هي استعمال برنامج اسمه SSH copy ID. تبعوا معنا انتم SSH copy ID. هذا البرنامج المفروض يكون عندك، هو تبع SSH client package، المفروض باي ديفولت موجود. تكتبه وتعطيه اليوزر نيم والاي بي ادرس بتاع السيرفر. طبعا الكيز بيكونوا خاصين باليوزر هو في السيرفر. يعني انا كان حطيتها بمسارات 2 مسارات 3 ماليش علاقه كي واحد ثاني. فنظن هنا اسم السيرفر هو 2 دوت MSRT. هذا خاص باليوزر هذا ولا او باليوزر هذا في الجهاز هذا. الكي هو اللي هنا حطيته هنا بيكون خاص باليوزر هو في السيرفر. من اي جهاز؟ من اي جهاز؟ مش ضروري الجهاز هذا. كان عنده نفس الكي. يعني هنا الكي كان نعطيه لك انت تحطه عندك تقدر تخش باليوزر هو. يعني الكي هو الاوثنتيكيشن مش باسورد ولا حاجه ثانيه. تقريبا اسم السيرفر هو 2.MSRT. وهذا هو بس. يعني هذه اسهل طريقه انك تدير لك تكتب هو يكون عندك انت باسورد اوثنتيكيشن، ولا مثلا كي اوثنتيكيشن بالكي القديم تغير وتضيف الكي جديد وبعدين تمشي الكي القديم. تلقاهم انت في .ssh/authorized_keys في السيرفر في الهوم دايركتوري بتاع مسارات 2. يعني هنا خلينا نمشي غير شوي وين حيكون اظني فاضي. cd/home/مسارات 2/.
سلاش دوت اس اتش. تمام. هنا دير ls ما عنديش الكي فايل هو اسمه خلونا authorized underscore key underscore keys. فما عنديش يعني عندي نون هوست على خاطر اني خشيت السيتش لسيرفر ثاني، وعندي public ولا private key بتاع اليوزر هو، لكن ما عنديش الاوثرايزد كيز. يعني بعد ما ندير كوبي من غيري حيطلع. انا نبي نشوف الدوت بوب هو هل يحتوي حاجه، يحتوي عندك public key هنا حيستعمل هو لما يتاكد من شخصيه السيرفر. فانا بدير انتر هنا. تمام. اعطاني السورس ما هو، احنا قلنا فعلا نقبل M2 صح ولا؟ ممكن انا كنت نبدي نحددها لكن هو عرفها براحه. هذه M2 اللي نحوله قال لي بيدير لوجن بالكي جديد باش يتاكد انه ما فيش انه هو مش انستولد من قبل. هيك يدير فيها باش ما يبعتش اكثر من كي، يعطي فيه انفو يقول لي انه هو كي واحد بيحطه يدير انستول السيرفر. If you are prompted now it is to install the new. تمام. فتو يسأل فيه وعليكم السلام ورحمة الله. فتو يسأل فيه على الباسورد، لأن أنا زي ما قلنا خليناه الباسورد authentication يس مؤقتا باش ما نسكرش عليه روحي. دي نكتب الباسورد يأكد لي إنه هو نجح، يقول لي إنه هو تمكن إنه يحط عدد من الكيز اللي هو كي واحد اللي هو اللي نبي نديره. قال لك تو تراي لوجن إن بإنك تكتب تخش السيتش عادي وتأكد إنه هو فقط الكي اللي تبيه هو اللي تأكد اللي ينضاف. أنا أوريدي لوجن في السيرفر. خلينا نشوف هنا ندير ls نلقى عندي فايل جديد اسمه authorized underscore keys صح ولا؟ ما كانت فيه قبل شوية جدها بروحها. كان تجي تدور authorized keys تلقاه زاد الكي هو اللي هو انت يعني، وعندي كاتب حتى اليوزر نيم واسم الهوست بتاع الكلاينت بتاعي موجود. فصل نقدر نشوف انه هو الكي الوحيد اللي هنا، معناه ما نزلش اي كي ثاني من بيجي. فحاليا انا نبي نرجع لل الكونفيجريشن فايل بتاع السيتش اللي هو /etc/sh/d._config. تمام. فنبي نرجع هنا فقط باش نمسح الكي الباسورد اوثنتيكيشن. عندي باسورد اوثنتيكيشن لاين داير اس انا مؤقتا ندير انه فقط خليته اس باش ما تسكرش على روحي، خاطر انا ما عنديش كيف نخش على الكي بتاعي والباسورد مش مسموح به. فانا هيك غيرت في السيستم بتاعي. طبعا قاعد متصل. في حاجه اخيره نبي نديرها هي ان انا سيستم ctl ريستارت السيتش. لما نديرها هي احتمال تفصل عليه السيتش سيشن عادي لان بنولي عن طريق الكي. ندير انتر السيتش سيشن ما فصلتش، لكن نقدر نجرب هنا. ندير ssh مسارات 2.2.msrt اللي هو اسم السيرفر، مش طبعا هذه تو نشوف انا permission denied public key يبي public key فقط. انا علاش دار permission denied؟ لان انا عندي 2 public keys نبي نحدد public key بتاعي ما هو. اظني الفلاج اللي نبي نديره هو -i وبنحدد لها البرايفت كي اللي بيستعملها ما هو. خلينا نجربه -i احتمال هو ده هو صح. انا حاطه في اليوزرز سفيان بن عيسى دوت استشارة دوت اي دي ار اس اي ام2 اندرسكور ام2. لا مش حتستعمل بابليك، هنا بتستعمل برايفت. انت بالكلاينت هنا بتستعمله باش البابليك لما بدي له كوبي للسيرفر. تو السيرفر عنده زوز بابليك، عنده زوز بابليك. عنده مش السيرفر الكلاينت اللي عنده زوز. الكلاينت عنده زوز ايدنتيتيز. يعني درت كي حطيته في السيرفر الاول ودرت كي ثاني حطيته في السيرفر الثاني، حطيت نفس الكي.
هو بيعرف بيعرف أنا هو لما أعطاني بيرميشن دينايد كانت بالكي الأول السيرفر ما يعرفهاش. فأنت حددت الكي. إن شاء الله هي الداش آي هو الفلاج الصح. بسم الله طلع صح. ف هيك بالطريقة هي أنا توا خشيت ما سألنيش على الباسورد هيك خش عن طريق الكي يعني. داير كي كبير 4096 بت هيك ماشي الحال. هيك حاليا نقدر سيفلي نسكر السيشن هنا اللي هي تعتبر مش سكيور. كيف غلط. هيك تمام هيك هنا أنا قاعد لوجن لا هذه الإكزت تبع الروت هيك توا كلوز كونكشن. توكي ما عادش عندي انسكيور كونكشن. خاش عن طريق الكي فقط ومسكر الباسورد اوثنتيكيشن يعني اي حد اللي يخش بالباسورد يعرف الباسورد بتاعي 1 2 3 ما يقدرش يخش عن طريق. وانا هنا نقدر نغير على اي يوزر ثاني مثلا مسارات 3 نقدر نغير عليه يقول لي اكتب الباسورد نكتب نقول لي مسارات 3 يعني انا مش لازم ندخل على جميع اليوزرز بالذات الروت ما بيش ندير لا كي ما بيش ندير يعني حتى كان ندير لا كي ندير انه نوت بيرميتد تو لوجن. فكان في حد بيجرب يدير لو المسارات او من حد ثاني بيخش وما عندهاش الكي مش هيخش. ضروري تحط له الكي بتاعك ضروري الكي بتاعك يكون انستول في الاوترايز سكور كيز باش يقدر يدير لوجن. لو هو ما فيش كي مش حيقدر لوجن. نجربوا عادي. حتى الكي يسمح للجهاز هو يخش مش ضروري ينزل لا حتى ينزل الثاني لا توانين لما نجيب مسارات 3 بيقول لي يرسل دينايد خاطر زي ما قلنا الكي يعود مسارات 2 فقط. كي مخصص لليوزر بس مخصص لليوزر مسارات 2 لكن بعد ما تخش باليوزر تقدر تمشي باليوزر الثاني. بعد ما تدير لوجن لمسارات 2 نقدر ندير اسيو مسارات 3 ويعطيني الباسورد. انت هنا خلاص فصل الجهاز مش ماليش علاقه بالسيتش. تقدر تقلب حتى للروت بتاعه تخدم عادي. تقدر تقلب حتى للروت بتاعه. تقدر تقلب للروت هنا عادي. كان خلاص انت قدرت تكنسل فصل الجهاز ما لي علاقه انت ريموت. تخش من المسارات 3 وبعدين من المسارات 3 تمشي 2 تقدر غير انا مسارات 3 ما فيش كيس فما نقدرش. ما فيش كيف يوقفك لو تحط الكيف مسارات 3 نحط كيف مسارات 3 ولا نقدر بس تولي الاثنين عادي تقدر شنو تدير؟ نعطيك كوماند سريعه انا دير كوبي لسلاش هوم سلاش مسارات 2 سلاش دوت سيتش سلاش اوتورايزد كيز تديرها في سلاش هوم سلاش مسارات 3 سلاش دوت سيتش سلاش خلاص حتى هنا كذا cannot create regular file لأنه not directory شوية بس اوكي فايل مكانه كأنه مش لاقي مسارات 3. مسارات 3 موجود ندير دي سلاش مسارات 3 موجود دوت السيتش يمكن دوت السيتش السيتش هو مش موجود. خلينا هنا ندير مش موجود فلذلك انا بدير مقدر دوت السيتش permission denied انا صدقت مديرها باش انه يطلع مخفي وخلاص صح؟ لا مخفي بس ماليش علاقه بالpermission 100 فانا ضروري يكون روت باش نديرها. ما نسألك سؤال هل تقدر تديرها عادي مش مخفي السيتش؟ لا لان هو اسمه دوت السيتش. هو اكيد ديفولت بتاعه. الفرق بين مخفي ومش مخفي دوت في البدايه عارف وتلقى في هلبة فايت منهم الهيستوري بتاعك. اوكي لكن هو باي ديفولت ريكومندد يعني هو يكون اسمه كان بتغيره مش دوت بتغير في الكونفجريشن بتاع السيتش. يمكن في كيف. فتو انا نبي نخش كروت ونبي نجي ل دير مقدر سلاش هوم سلاش مسارات 3 سلاش دوت السيتش
الحمد لله. تو نديرو كوبي. حتى فايل بتاع الكونفجريشن بتاع الفيديو مش ممكن تقدر تحكيه ولا؟ لا لانه اسمه ما يبداش بالدوت. ما تقدرش انت تدير دوت قبله. بتغير في الكونفجريشن اللي محطوط فيها وين الفايل ينحط، بتغير فيها بتسمي تقول الفايل ما اسمهش SSD اندرسكور كونفج، اسمه دوت SSD ثاني يعني. وبعدين دي رينيم دوت قبلها يولي مخفي. مخفي مش ماليش علاقه بالسكيورتي مخفي، هو يعني الحاجه الوحيده في فايده انا لما ندير الاسم من غير داش لما يطلعلكش الفايلات ما يطلع لك الفايلات اللي انت تدور فيهم. انت في العاده بتدور في الكونفجريشن هي هذه دوشه يعتبروها. بالضبط. فهذا هو فقط. لكن تو نديرو سي بي اللي هم مسارات 2 دوت SSH اوتورايزد كيز اللي بنحطهم في سلاش هوم سلاش مسارات 3 سلاش دوت SSH هيك تمام. تو ندير اكزت مرة ثانية وندير لوجين على مسارات 3 بنفس الايدنتيتي permission denied. نشوف ايش صار هنا. cd سلاش هوم سلاش مسارات 2 3 سلاش دوت SSH this authorized في حاجة غلط هنا. نحط جميع فايل. في عندي مشكلة هنا ما أعرفش سببها بالضبط. يمكن لأنهما owned by root. أظن يقدرون يغيرهم owned by اليوزر نفسه. يخش يقرا اصلا. السيرش ديما ما يشبهش فيهم فازهم. خلينا نديرو list -1 بسلاش هوم سلاش مسارات 2 باش نعرف باش نتأكد منهم إنه نفس أيوة كلهم مسارات 2. فلذلك أنا نبي ندير شمود change mode مش change mode change owner شلون مسارات 3 مسارات 3 لسلاش هوم سلاش مسارات 3 سلاش دوت SSH ندير له داش ار. صارت 2 ولا؟ لا 3 الأخيرة 3 أنا نبي 3 نبي نعطيه 3 هو اللي عنده هيك باش تضمن الروز عنده 3 عنده. إن شاء الله هيك بتضمن نجيب هيك نجيب 3 الحمد لله 100%. يعني بدي كوبي وفي نفس الوقت بتأكد إن الأونر شيب مضبوطة. الأونر شيب والبرميشنز مهمين. لو أنا استعملت روت فمشي الروت والسيتش ديما ما عندهاش يروت. كنت أصلا كتبتها بالروت في والسيتش ديما ما عندهاش يروت ما يشبهش واحد يخدم كمسارات 3 يشوفوا كيوزر ماشي فما يشبهش في الفايلز اللي موجودات كاوتورايز كيز وهكذا. بتوكي مشيت الأمور بإذن الله. فزي ما قلت لك ان الكي يعود على اليوزر ما يعودش على السيستم كامل.
وتيجي تديرها حتى يعود على الروت، لكن انت ضروري تدير الروت بيرميشن ما نبوش خلوك من التليفون. نحس فيكم ما لحقتوش تطبقوا موضوع السيتش. ماشي احنا غدوة نبغوا نحلوا موضوع السيرفر الثاني اللي كان اللي شكله فيه السيتش مسكر ولا تغيير البورت تاعه ولا حاجة هي. في سيرفر ثاني اللي هو الأول اللي نستعمل فيه. نبغى نخش عليه باش نعاودوا موضوع الستورج وبعدين نبغى نديروا نتورك ستورج. اللي هو آخر يوم في أسبوع ورا عملي. ونعاودوا عملي موضوع. يعني ماذا بيا تجربوا توا احنا كان معنا شيء هنا ما عنديش مشكلة تبغوا تجربوا ديروا السيتش سيرفر بيستعمل جود براكسس تتكلمون عليهم ما عنديش معكم مشكلة.